السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله بخير وعافية. وأنا أعتذر صراحة عن الأطالة. أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله اليوم بنحاول نتعلم درس بسيط مبسط. هذا الدرس للمبتدئين اللي عنده أرج وما عندها الطريقة كيف يتعامل معه. اليوم نحن بنتكلم على التيونينج والتشريق. بنتعلم كيف ندوزن العود مع الأورج، يكونوا الصوت يكون واحد، يعني يكون متوافقات، تكون الأصوات متفقة متوحدة، ما يكونش في طلوع ونزول. بعض الأحيان بيجي العازف الأورج المبتدأ بيحاول يمشي مع العود بس بتكون النغمات هي نفسها، مثلا لو اشتغل على مثلا من مقام اللا أو الدو أو الكذا بيحس في فرق. فنحن كيف نخليهم كلهم يعني يركبوا مع بعض بالدوزان. الدوزان كيف؟ في عندنا النظام العالمي للدوزان اللي هو 440. فبعض الأحيان تكون العود مع الحرارة وينزل ينزل ل 400 وشوية، 435 400، فلازم نحن ننزل مع العود أو أن صاحب العود يرفع. على العموم هذا الدرس يعني للمبتدئين اللي مش عارفين كيف يضبط الأمور. هذا أنا ما أتكلمش الآن، ما أدور، أنا أتكلم عن المبتدئين، ما أتكلم على الناس المحترفين. وناس، في ناس محترفين وفي ناس فاهمين وفي ناس يعني متوسطين فاهمين كيف الشغل، بس أنا أتكلم على المبتدئين. لأن في كثير أسئلة بتجيني كيف يا أخي بوحد الأصوات، كيف بشرق، كيف مش عارف، كيف عندي أورج وأخذت أورج بس ما أعرف كيف أتحكم بها. فأنا بس بعمل يعني درس مختصر بسيط جدا، فإن شاء الله أن تكون المعلومات توصل. ويلا نبدأ. بسم الله. أول مرة هذه القائمة أنا أتكلم الآن على الجهاز اللي هو PSR LA 5000 الياماها. أنا أتكلم على الياماها 5000. هي كل واحدة تختلف القوائم بس كل المضمون واحد. أوكي، نبدأ ندخل القائمة. ندخل الآن على القائمة من المنيو، منيو 2، عندنا منيو 1 ومنيو 2. ندخل على منيو 2، نروح على كلمة ماستر تيون، ضغط عليها. هذا هو التردد 440 الدوزان العالمي. الآن شوف، أنا الآن بعمل مثلا نغمة الدو. لما أهبط طبعا العجل بنزله، أرفع كأن الوتر يشتد. أنا الآن أقدر أدوزن مع العود بكل سهولة وبكل بساطة. أسمع نغمة العود وأبدأ أوحد معه. لما أوصل إلى نتيجة توافق بين العود وبين الأورج، يكون تونهم واحد. إن شاء الله أن تكون وصلت المعلومة هذه. نرجع على 440 الدوزان العالمي، هذا اللي متفق عليه دوليا 440. على كيف اتفقوا عليه 440 والله ما عندي أي معلومات، بس أنا المعلومات البسيطة في الترددات الصوتية أنه كان أول 400 32. اللي يشوفوه العلماء أو العلماء النفسيين أن هذا هو التردد الصوتي اللي يعدل مزاج الإنسان، وإن 440 يعني تسبب طاقة مش طبيعية. أنا ما نعمل الكلام ده كله، إحنا نتكلم على توافق بين عود وبين أورج كذا. وإن شاء الله تكون وصلت المعلومة هذه بالنسبة للدوزان، أو يعني بعضهم يقولوا يعني خاوي العود. الأورج الأورج والعود يتخاووا، يكونوا بنفس النغمات يخرجوا، لكن هذا عود صوته غير وهذا صوته غير، بس تكون النغمة واحدة موحدة. وإن شاء الله أنه يكون الدرس بسيط، وإن شاء الله أنكم تستفيدوا من المعلومة هذه. وتحياتي.